درس النهارده لذيذ لذاذة، يعني مفيش زي كده يعني. مسك الختام فعلا. ميكانيكال انرجي، الطاقة الميكانيكية. بمنتهى البساطة الميكانيكال انرجي مجموع الكاينيتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي، بس كده. طيب، ده معناه ايه؟ معناه ان البادي، كل بادي فينا وكل بادي في الدنيا ربنا خلقه ليه ميكانيكال انرجي خاصة بيه هو، رقم ثابت. يعني مثلا الموبايل ده ليه ميكانيكال انرجي بتاعته ايكوال 200 جول. احنا هنلقط اللقطة بتاعت الدرس النهاردة ونفضل ماسكين فيها على طول بقى. خلاص، الرقم ده مادام وصلنا له هيفضل ثابت. ده معناه ان مجموع الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي في اي مكان الموبايل ده فيه مجموعهم يبقى ايكوال 200. يعني الميكانيكال انرجي اللي هي 200 جول هتدي شوية للكاينيتيك، هتدي مثلا الكاينيتيك 100، تدي البوتنشال انرجي 100. طيب، الكلام ده هو في مكان معين. طيب هو مثلا على الارض، تعالوا نشوف كده. الموبايل ده انا قلت لكم الميكانيكال انرجي بتاعته 200 جول. طيب لو حطيناه على الارض كده، تعالوا نشوف هو البوتنشال انرجي ايكوال ايه. حد فاكر القانون بتاعها؟ الام في الجي في الاتش. حلو. الاتش دلوقتي بكام؟ زيرو. زيرو. فانا على الارض الاتش بزيرو، يبقى البوتنشال انرجي زيرو. بزيرو. يبقى ال 200 بتوع الميكانيكال كلهم هيروحوا فين؟ الكايناتيك. بالظبط، يبقى الكاينيتيك انرجي بتاعته دلوقتي حالا 200 جول. انا بتكلم ان احنا بنحدفه من تحت لفوق، بروجكتايل. كنا بنسميها ايه؟ ابورد. ماشي، يبقى انا برمي الموبايل من تحت من على الارض لفوق. فانا اول ما خرج من ايديا سرعته كانت ايه؟ كانت ماكسيموم. صح، سرعته كانت ماكسيمم، فالكينيتيك انرجي هي كمان ماكسيمم، فهي اللي سيطرت على ال 200 جول بتوع الميكانيكال انرجي كلهم. طيب ايه رايكم لو الموبايل ده طلع للماكسيمم هايت؟ البوتنشال انرجي هي اللي هتبقى ده ال 200. يبقى الكايناتيك هي اللي صح. بزيرو. ليه؟ لان الفيلوسيتي في الماكسيمم هايت بزيرو. زيرو، فساعتها الكاينيتيك انرجي بزيرو. يبقى البوتنشال انرجي اكيد بكام؟ ب 200 جول. ب 200. طب لو جاب لي الماس والجرافيتي اقدر اجيب الاتش؟ اه. يعني جايب لي اكزامبل زي ده وبيقول لي البادي ده الميكانيكال بتاعته 200 والماس بتاعته 1 كيلو جرام والجي 9.8، فايند الهايت بتاعه، ماكسيموم هايت اللي هو يقدر يوصل. فانا اخد الميكانيكال، الفاليو بتاعت الميكانيكال اسويها بالبوتنشال، اقول له والله يبقى ام جي اتش ايكوال 200. عندي الام والجي يبقى الاتش ايكوال 200 على ام جي. شكرا. طيب تعالوا بقى في النص، نص المسافة بالظبط. مم. هنا هاف اتش الحتة دي، والحتة دي هاف اتش اهو. ممكن نجيب الماكسيموم ونقسمه على 2. بالظبط كده. ليه بقى؟ يعني هنا الكاينيتيك انرجي ب 100 والبوتنشال انرجي كمان ب 100. ليه هي قالت كده؟ عشان عشان هاف الاتنين في الاتش. النص. ما هو الاتش، ما هو الاتش دي، ما هو الاتش دي هنا البي اي ايكوال ام جي اتش، اتش كامله. فلما كانت اتش كامله كانت البوتنشال انرجي ب 200. طيب لما جينا في نص المسافه، احنا في نص المسافه، هل الام اتغيرت؟ لا. لا. هل الجي اتغيرت؟ لا. الاتش هي اللي نقصت النص.
فالبوتنشال انرجي تنقص النص هي كمان، تبقى ب 100. طيب كاينيتيك انرجي تبقى بكام؟ بقيه ال 100. 200 بقى بتوع بقيت الميكانيكال، لان 200. الميكانيك ايوه الميكانيكال دول كانهم الموبايل ده لابس بنطلون كده واتحط في جيبه 200 جنيه. خلاص، هم 200 يعني 200 200 هيفضلوا 200 طول العمر، وانا بتحرك من هنا لهنا لهنا، من هنا جيت هنا، معايا ميكانيكال انرجي 200 جول يتقسموا زي ما انا عايز. عبد الله مع حضرتك يا مستر. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا عبد الله. ايه رايك يا عبد الله واحنا في الجزء في النص التحتاني ده، يعني واحنا في الطريق ده كده، مين في الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي مين الكبيره ومين الصغيره؟ الحته دي. ال البوتنشال انرجي ولا الكينيتيك انرجي؟ اه يعني كنا بادئين آه البوتنشال انرجي بزيرو والكاينيتيك كانت ب 200، واحنا ماشيين كده بقى. طب قول لي ايه اللي يحصل للبوتنشال وايه اللي يحصل للكاينيتيك؟ هي طالما المسافة بتزيد فالبوتنشال انرجي بتزيد. ممتاز. البوتنشال عماله تزيد والكاينيتيك الكينيتيك بتقل بقى. بتقل لان السرعه بتاعت الموبايل بتقل، صح؟ اه. فيلوسيتي بتقل، فكلمه كاينيتيك مرتبطه جدا بالهاف ام في سكوير، يعني مرتبطه بالفي، صح؟ تمام قوي يا عبد الله. فهنا الكاينيتيك انرجي بتقل والبوتنشال انرجي بتزيد، بس كفاليوز يعني مين ياخد اكتر؟ يعني مين اللي دايما الفاليو بتاعته اكبر من التاني؟ البوتنشال. الفاليوز، هنا الكاينيتيك كانت الكينيتيك 200 وهنا كانت زيرو، وبعدين دي مثلا تبقى 180 فدي تبقى 20، ودي 170 دي تبقى 30 وهكذا لغايه ما تيجي دي 100 ودي 100. ففي الجزء التحتاني الكاينيتيك انرجي اكبر من الايه؟ الجزء التحت. اكبر من البوتنشال انرجي. انا معاك، يعني انا عارف الكاينيتيك انرجي بتقل والبوتنشال انرجي بتزيد، بس ما زالت الكاينيتيك اكبر من البوتنشال في النص التحتاني. في النص الفوقاني منا هشام، يا من عمر. عمر ايمن، تقى تقى معاك يا مستر. تقى. ايه رايك في النص الفوقاني ده مين اللي اكبر من مين؟ آه احكي لي. طب من الاول تحت خالص كان الكاينيتيك ايه؟ ماكسيموم آه والبوتنشال زيرو. زيرو. في النص بالظبط كانوا equal. كانوا ايكوال. طيب لاحظتي ان الكاينيتيك قلت والبوتنشال زادت، صح؟ كل ما نرتفع اكتر ايه اللي يحصل؟ الكايناتيك بتقل والبوتنشال بتزيد. صح. يبقى في النص الفوقاني دوت البوتنشال انرجي اكبر، يعني هما كانوا ايكوال بعض، فما زالت البوتنشال بتزيد والكاينيتيك بتقل واحنا طالعين بقى. البوتنشال انرجي تبقى اكبر من ايه؟ من الكاينيتيك انرجي، صح؟ آه طيب قولي لي in the middle in the middle تيجي نحط قانون كده. هما الكاينيتيك ايكوال الايه؟ البوتنشال. اه in the middle distance kinetic energy equal potential energy، يعني هما الاثنين حاجة واحدة. طب ايه علاقتهم بالميكانيكال انرجي؟ كل واحدة فيهم بتساوي قد ايه من الميكانيكال انرجي؟ 100. ما هي 100 جول. يعني half. يبقى كام؟ صح. بس كده ده اللي انا عايز اوصل له. طب ساعتها لو خدنا الاثنين دول مع بعض بس يبقى الميكانيكال انرجي كام بوتنشال انرجي؟ half. البوتنشال هاف الميكانيكال. اوكي. الميكانيكال 2 2 potential. بوتنشال، وبرده الميكانيكال 2 2 kinetic.
كاينتيك 100 100. يبقى في نص المسافة، ده الوضع بتاعنا كده. خلاص. كده الدرس خلص. درس خلص. في حاجة بقى لو عايز يرخم قوي قوي يعني، او عايز بقى ايه، عايز يصعب الموضوع على الاخر، يا عيني مش لاقي حاجة يصعبها فيه لان الموضوع سهل كله. لو قال لك at the moment، في اللحظة، بص يا ولاد، الفيلوسيتي decreased to half its value، its maximum value. هو طبعا الجزء اللي احنا خدنا في البداية وفي النص، نص المسافة، نص الاتش، وفي النهاية، بس ما خدناش نص الفي بتاعت الكاينيتيك انرجي، فدي بقى اللي يقدر يرخم فيها، بس احنا هنظبطها برضه بإذن الله. انا عايز في اللحظة اللي الفيلوسيتي قلت للنص. ها. مستر، هو انا المفروض اخليها في سكوير مش هخليها ربع؟ بالظبط. يبقى واحدة واحدة معايا يا رضوى. طيب، كاينيتيك مم. انرجي في الأول خالص، اللي هي كانت الفيلوسيتي ايكوال في، ماشي، اللي هي كانت تحت. اللي هي كانت تمام. تحت خالص، احنا تحت على الأرض، صح، تمام. على الأرض. الفيلوسيتي كانت في كاملة، كانت ايكوال ايه؟ هو في الام في الفي سكوير. جميل. طيب لما يقول لي الفيلوسيتي بقت ايكوال هاف الفي، زي ما انت بتقولي بقى، هتبقى هاف ام في نفتح 1 over براكت 1 over 1 over هاف 4. في سكوير. ايوه، هنا هاف في نحطها جوه البراكت ونعمل لها سكوير، تبقى هاف يبقى ام 1 over 8 باين. كوارتر في سكوير، يبقى 1 اوفر 1 8 over 8 ام. ام في سكوير. ده كده الكاينيتيك انرجي التانية. طيب، ايه علاقة الكاينيتيك انرجي الاولى بالكاينيتيك انرجي التانية؟ نعمل لهم ديفايدد، نعمل هاف ديفايدد، افتح براكت 1 على 8 4 مرات. يعني معنى كده ان الكاينيتيك انرجي نقصت للايه؟ الاولى نص قد الاخيره 4 مرات، يبقى الثانيه الاخيره يعني نقصت للايه؟ للربع. فده يعني معناه ان الأولى 4 من التانية. ايوه، الاولى 4 مرات الثانيه، يبقى الثانيه تمام. ايكوال ربع الايه؟ الاولى. كده الكاينيتيك انرجي قلت للربع. فده معناه ان هي مثلا لو كانت في الاول زي ما اتفقنا ناخد ال 200 جول دي رقم بتاعنا، لو كانت 200 جول، فده معناه ان الكاينيتيك انرجي الثانيه هتبقى كام؟ قلت للربع، هتبقى كام؟ يبقى 50. 50. ربع ال 200 50 جول. فده معناه ان البوتنشال انرجي بقت كام؟ البوتنشال اللي هو 200 minus اللي 50. بالظبط 150 150 جول. طيب، في الوضع ده كده، ما هو الكاينيتيك انرجي ربع الاولانيه كام؟ ربع ال 200 كام؟ 50. ما في الاول كانت 200، يعني كانت الكاينيتيك انرجي واخده الميكانيكال كلها، صح؟ ايوه ايوه هنا، ايوه هنا. مم. الصوت بس كان بيقطع. طيب، كاينيتيك انرجي في الاول كانت كلها، كانت واخده الميكانيكال كلها، صح؟ على الارض. بس يعني فهنا طبعا ده كده معناه ان احنا قربنا على النهايه، على نهايه الماكسيمم هايت يعني. مستر
يعني بعد النص بشوية مش كده؟ يعني ده بعد النص بشوية، بعد النص. لأن احنا الكاينيتيك انرجي بقت 50، يعني خلاص بتخلص، هي في مم. النص 100، نص يعني لما ايوه يقول لي هنا. حتة نص المسافة دي أضرب الكي 1. الكاينيتيك انرجي كانت 200 في الأول، يعني ايه واحنا على الأرض؟ يعني كلها، يعني الكاينيتيك انرجي واخدة الميكانيكال كلها، صح؟ معايا اه الصوت لسه بيقطع. واخدة الميكانيكال كلها. طيب بعد لا بخلي. كده لما السرعة قلت للنص، الكاينيتيك انرجي قلت للربع. الكاينيتيك انرجي قلت للربع. ربع ال 200 كام؟ 50. 50. يبقى تمام. فكنا بنتكلم هل ال 50 جول دي، هل احنا كده في نص المسافة، ولا قريبين من الماكسيموم هايت، ولا قريبين من الأرض؟ قريبين من الماكسيموم هايت. قريبين من الماكسيموم هايت، لأن الكاينيتيك انرجي بدأت تخلص، وده معناه إن احنا بنوصل والبوتنشال للماكسيموم انرجي هايت. بتزيد. البوتنشال انرجي بتزيد جامد، فاحنا بنعلى جامد.